ممكن تصرف 1000 جنيه وتجيب مبيعات 10 تلاف جنيه، وممكن تصرف 10 تلاف جنيه بس المبيعات صفر، زيرو. ليه؟ الفرق كله ان العميل بيشوفك في اول 3 ثواني، يا اما يكمل يا اما لا. هي دي الاساس. اول 3 ثواني في الفيديو او في التصميم او اي حاجة، هو ده اللي بيشد العميل ليك ان هو يكمل معاك ويشوف ويقرا المحتوى بتاعك ويقرا كل حاجة ولا لا. هو ده الاساس. اغلب البراندات اللي كلمتني او اصحاب الاعمال اللي كلموني ان هما بيعملوا استهداف حلو جدا، بيستهدف الجمهور صح، بيعمل اعلان حلو جدا، بيعمل تصميم حلو جدا، بس المشكلة كلها بتجيبش مبيعات. هو المشكلة كلها مش في التارجت ولا في الاعلان ولا في الفيديو. هي المشكلة كلها ان العميل اول ما يشوف الفيديو او اول ما يشوف الصورة في حاجة شدته ليه ولا لا. لو ما فيش حاجة شدته ليه هو بيعمل سكرول على طول، بيمشي الفيديو على طول، بيعدي الصورة على طول. هي دي المشكلة. هي المشكلة ان العميل لو ما اهتمش، ما بصش على الفيديو في اول 3 ثواني، كده خلاص العميل سابك ومشي، ولا هتعرف تعمل اي حاجة بعديها. ان هو كده ما حسش ان في حاجة جواه، او الفيديو اللي انت عرضه هو اللي شده. هو لمس حتة عنده مشكلة فهو عدى الموضوع. هي دي كل النقطة. هو السر كله في الهوك اللي هو بيخطف العميل في اول 3 ثواني. ازاي؟ يعني انا مثلا دلوقتي بعرض فيديو، الفيديو ده او صورة، يعني احنا بنتكلم في الاتنين، فيديو او صورة. انا لو في الفيديو اول 3 ثواني ما شدتش العميل في ال3 ثواني دولت، خلاص كده العميل مشي. هو حتى لو في الصورة، لو انا ما حطيتش كلمة معينة في البوست عشان بس اشد العميل بيها، كده خلاص العميل مش من عندي. هي كل النقطة الجملة او الهوك اللي بيتحط في اول الفيديو في اول 3 ثواني، هو ده اللي بيخلي العميل يا اما يكمل يا اما يعمل سكرول للفيديو. حتى الصورة برضو الجملة المحطوطة لو هي ما لمستش العميل، هي برضو هيسيب الصورة وهيمشي. هي حتى لو انت عامل تصميم حلو وفيديو حلو وكل حاجة حلو، هو النقطة كلها في الهوك اللي هو بيلمس العميل على مشكلة اللي بتواجهه. لو محسش ان الهوك ده ما لمسهوش، هيسكرول المشكلة على طول وهيشوف حاجات تانية. بعتلي رسالة دلوقتي فيها كلمة كريوفيت، وهقولك ازاي نصنع هوك مع بعض نكسب بيها العميل ونكسب بيها مبيعات وايرادات لأي حاجة.